دلوقتي في التعليقات حد بيسأل عن حكم طلاق الصبي، هو الصبي ليه ان هو يتجوز وليه ان هو يطلق وهو لسه ما بلغش؟ عارفة برضو ان المشكلة دي سببها ايه برضو؟ ايه؟ ان الناس برضو للأسف بعدها عن اللغة العربية خلاهم ما يفهموش الفرق بين النكاح وبين الدخول. ودي نفس المشكلة لو انت رجعت من 10 سنين، كانت في مناظرة بين دكتور كده ازهري وبين واحد طلع بيقال عنه انه باحث ومش عارف ايه والكلام ده، قاعد برضو ماسك عليه النقطة دي. ازاي عندكم في الشريعة الاسلامية ان بنت بتقولوا عندها 9 سنين و10 سنين ان هي تتزوج ويدخل بها؟ يا اخوانا لو سمحت فرقوا بين حاجتين اتنين مهمين جدا. في فرق بين عقد الزواج وفي فرق بين الدخول والنكاح. يعني في فرق بين العقد وفي فرق بين الدخول، ان انا ادخل على البنت. وفي يقول لك طب ما انتوا عندكم في البخاري ان السيده عائشه اتزوجت ويا بنتي مش عارف ايه. يا ابني افهم بقى، عشان احنا مش هنفضل كل شويه في الخناقات دي مع الناس دي. لا افهم دي المساله دي، الفيديو ده هيوضح لك حاجات كتير. الصبي والست البنت الصغيره ازاي يطلقوا وهم لسه اصلا صغيرين؟ ربنا بيقول ايه محكمه لو سمحت ركز فيها: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. لحظه واحده، هو ازاي نكحها وهو ما لمسهاش؟ هقول لك ما هو ده برضه بسبب بعدك عن اللغه العربيه. نكحتم يعني عقدتم عليهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. ودي عده من ضمن العدد اللي المراه بتقع فيها: عده المطلقه التي طلقها زوجها ولم يدخل به. يعني ما حصلش جماع بينهم وبين بعض، طلقها، دي ملهاش عده وبانت منه بينونه صغرى. يعني عشان يرجعها بعقد جديد ومهر جديد. علمت كده؟ يبقى فرق بين الاتنين دول. ده رقم واحد. رقم اتنين، في قاعدة شرعية العلماء بيقولوا ايه: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني ايه؟ بس دلوقتي هو انا ايه اللي مانعني ان البنت دي تتزوج؟ اللي مانعني ان البنت دي ليس عندها إطاقة جسدية للزواج. يعني لم تبلغ، ما عندهاش إطاقة جسدية، فبنروح لها للتخصص. يا أهل الخير، البنت دي عندها إطاقة جسدية تقدر إن هي تتزوج وتتناسل وما يجيلهاش ضرر لا نفسي ولا جسدي ولا معنوي ولا ما تتأثر، لا دي الست دي جاهزة ما فيهاش مشكلة وبالغة وما فيش مشكلة، خلاص يبقى تتزوج. طب ينفع إن أنا أعقد عليها وهي عندها 9 سنين ويدخل عليها ولما تبلغ وتطيق النكاح؟ مفيش مشكلة. وهو ده الخلط اللي بيحصل عند الناس. يقول لك ده تزوجها يا ابني، يعني عقد ولم يدخل بها الا لما اصبحت مطيقه، فلما زالت العله، عله التعب والى اخره، خلاص. نفس الكلام مع الصبي. ازاي الصبي اصلا يطلق وهو ليس له دخول؟ ما احنا خلاص بقى. عشان كده ربنا قال ايه كمان محكمه في سوره النساء، ايه هو: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشد. ابتلوا اليتامى يعني إيه؟ يعني اختبروهم، شوف بيبيعوا بيشتروا وبياكلوا وبيشربوا وبيتصرف ماديا ومعنويا إزاي. فإن آنستم منهم رشدا، ربنا ما قالش بلوغا. ليه؟ لأن ليس كل بلوغ يعد رشدا. أنا مش هديله فلوس ويتصرف فيها وخليه يتزوج إلا لما يكون راشد ويكون رشيد عشان يقدر يزن الأمور ويقيم البيوت. صح ولا لا؟ وبالتالي هل الصبي هو اللي بيزوج؟ لا، وليه هو اللي بيزوجه، بيعقد له. وبالتالي لما يجي يطلق، هل يقع طلاق الصبي؟ برضه ما يقعش. يرجع إلى من؟ يرجع إلى وليه. يبقى لو الولي كتب له الكتاب، عقد له العقد، ينفع الصبي يطلق؟ لا ما يطلقش على قول جماهير أهل العلم خلافا للحنابلة، وقولهم مرجوح. قال لك لو الصبي مميز وبيفهم دين، لا. بس بصراحة قول الجمهور هنا أحوط، لأن فروج النساء أحوط. وكيف يوكل إليه عقد أو طلاق يهدم به أسر المسلمين. يبقى نرجع تاني، سؤالي ليكي: ينفع الصبي يعقد كتابه وهو عنده 9 سنين؟ ينفع. طب والبنت؟ ينفع برضه. طب ينفع يدخل عليها او ان هو يتزوج ويحصل نكاح او جماع بينهم؟ هو ده بيرجع بقى للإطاقة. ها؟ السؤال ليكوا بقى يا اخوان، رد بقى. بيرجع لليه؟ ايوه، لو هي تقدر وهو يقدر والاتنين بلغوا وبقوا قادرين والكلام ده، اهلا وسهلا يا فندم، مفيش مشكله عادي. لكن ان هو يدخل عليها وبقى يحصل نزيف بقى ووجع قلب بقى وتعب نفسي وبدني والكلام ده، كل ده غلط وكل ده باطل. تيجي تقول لي سؤال: هو ليه اصلا بيحصل كل ده وهي لسه صغيره؟ يا عم عادي، واحد عايز يحجز البنت دي للولد ده عادي. عندهم في القبائل في الصعيد مثلا، خلاص هم شايفين ان دول بقى مؤهلين ومش عارف ايه، نكتب كتابهم وان شاء الله لما بنت تبقى مؤهله يتجوزها عادي امور. خصوصا ان مفيش دليل شرعي في سن الزواج، مفيش دليل شرعي في القرآن ولا في السنة، ما عندناش. فبنرجع لأعراف الناس ونشوف أعراف الناس، احنا بنرجع لها للطبيب والخبيرة والأستاذة الجامعية، نسألها البنت دي في كذا وكذا وكذا إلى آخره. بس كده خلصت.
اللي عنده سؤال بقى ان شاء الله يسيبه في تعليق. الفيديو القادم ان شاء الله نتكلم عن طلاق السفيه. هو طلاق السفيه يقع؟ قبل ما تقول ما يقعش فكر بس هو يعني ايه السفيه اصلا. عرفت ان 90% من مشاكلنا عدم ادراكنا لفهم اللغة العربية. واحنا النهارده ماشيين فرحانين بايه؟ هلو مان هاو ار يو دوينج، صح؟ كيف حالك بتفهمك القرآن والله العظيم، مش هاو ار يو دوينج خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.